كارثة في اسكندرية، مستشفى كاملة ولعت فجأة والمرضى خرجوا في لحظات رعب. اسكندرية النهاردة كانت على صفيح سخن في مستشفى اسمها رقودة أو زي ما كانت معروفة زمان بمستشفى البلشي. النار اشتعلت فيها فجأة في الدور الرابع والدخان غطى الشوارع حوالين المستشفى. الناس اللي كانت هناك بتحكي بتقول إن المشهد كان مرعب، صرخات ومرضى بيتشالوا على السلالم، حتى الدكاترة كلهم بيجروا عشان يقدروا ينقذوا الناس قبل ما النار توصل لهم. في ثواني المكان اتحول لحالة فوضى، بس الحمد لله الحماية المدنية وصلت بسرعة وقدروا يخرجوا كل المرضى، وكان عددهم حوالي 29 مريض بسلام. بس للأسف في حالة واحدة توفت بعد ما اتنقلت لمستشفى تانية بسبب الاختناق. أما بره المستشفى فيه 3 عربيات اتحرقوا بالكامل من شدة النار. التحقيقات المبدئية بتقول إن الحريق بدأ بسبب ماس كهربائي في الدور الرابع، وده اللي خلى النار تمسك بسرعة رهيبة في الأجهزة والمعدات. المحافظ نزل بنفسه المكان وتأكد إن الوضع تحت السيطرة، بس الشارع كله لحد دلوقتي في حالة ذهول من اللي حصل. الناس بتسأل إزاي مستشفى فيها أرواح ناس ما يبقاش فيها نظام أمان يمنع مصيبة تحصل بالشكل ده، ومين المسؤول الأساسي عن اللي حصل. اللي حصل النهاردة مش مجرد حريق، دي صرخة لازم تتسمع قبل ما تحصل كارثة تانية.